السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتعرف ازاي نعمل ترقيم تلقائي داخل الاكسل. في اوقات كتيره جدا حضرتك بتحب ترقم الصفوف اللي عندك، فانت بتعمل ارقام من واحد لغايه زي ما انت عايز، واحد اتنين تلاته اربعه براحتك. طيب، لو احنا عايزين نعمل الكلام ده يكون بشكل اوتوماتيك شويه، ففي عندنا اكتر من طريقه. بالذات لما بنيجي نعمل الجزء بتاع الفلتريشن بتلاقي الارقام ما بتبقاش مظبوطه معاك. فهنوضح لكم الحالات دي كلها وهنشوفها مع بعض دلوقتي. هنفتح الاكسل كده مع بعض. هنا عندي ده التيبل اهو. فلما انا هنا باجي اعمل فلتر على اي عنصر عندي فبلاقي الارقام هنا بتتغير في الشكل اللي احنا هنعمله ان شاء الله في اخر الفيديو ده، او اللي هنستفاد منه في الفيديو ده. لو انا عايز اعمله دايناميك بالشكل ده، لاحظوا ان الارقام ماشيه بنفس التسلسل حتى لما انا بعمل فلتر. فهنا في الشكل ده والشكل ده. طيب، هنبدا بقى مع بعض دلوقتي ونوضح ازاي نعمل ترقيم اصلا في الاكسل باكتر من طريقه، ونشوف ايه الطريقه المناسبه بالنسبه لنا نقدر نشتغل عليها. هنلغي الكلام ده خالص ونبدا من الاول. في هنا عندنا مجموعه داتا هي داتا بيور خالص، مفيش في اي حاجه. اول حاجه احنا نحولها لتيبل عشان تبقى بالنسبه لنا اسهل واحنا بنشتغل. عشان احول الداتا دي لتيبل بقف هنا في النص، باجي من الجزء بتاع الفورمات از تيبل، واختار اي ستايل من الستايلات الموجوده عندنا. على سبيل المثال نختار الستايل ده. بعد كده بتقول له ماي تيبل هاز هيدرز، وتقوم قايل له اوكي. هنا عندنا الارقام بالشكل ده، انا هحذفها خالص وهبتدي معاكم من الاول. هاجي هنا في الهوم، هضغط هنا رقم واحد واقول له انتر. بعد كده اقول له اتنين واقول له انتر. اعلم على الاتنين وابتدي اسحب من تحت. دي اول طريقه بعمل فيل بيها الارقام. تمام. طبعا الارقام دي بتبقى فاليوز ما بتتغيرش معايا، فلو جيت انا اعمل فلتر هنا او اعمل اي حاجه الارقام دي مش هتتغير. طيب تمام. هل في طريقه تانية اقدر اضيف بيها الارقام دي؟ في عند حضرتك هنا انك انت ممكن تعمل هنا واحد وتعلم على الداتا اللي ظاهره قدامك، وهتيجي هنا من الايه، من الهوم، من التاب اللي اسمه هوم. هتلاقي في عندك مجموعه الايديتنج، هتلاقي في حاجه اسمها فيل. من الفيل هتلاقي في عندنا حاجه اسمها ايه، سيريز. وهتاكد ان هنا مكتوب هنا كولمز، وتقوم عامل له هنا تريبت وتقول له اوكي، فهو اوتوماتيك هيفيد لك ايه، الارقام دي. طريقه برضو غير كده ان انا ممكن اول عنصر بس اكتبه واحد، وبعد كده اجي هنا برضو في الفيل، اجي سيريز واقوم قايل له في الكولم واقول له هنا من واحد وينتهي لي عند 10. تمام تمام. دي اكتر من طريقه ان انا اعمل فيل بيها. طيب، في طبعا طرق تانية كتير، بس خلينا دي بالطرق الايه، البسيطه اللي احنا نقدر نشتغل عليها. طيب، انا حولت الكلام ده لتيبل وعايز اعمل توتال رو تحت هنا خالص. فهقف انا في اي مكان جوه التيبل واجي من تيبل ديزاين واقول له توتال رو، فبيجيب لي الكاونت بتاعه. كده لو انا جيت اعمل اي فلتريشن لاي عنصر بيديني هنا الكاونت بتاعهم تحت. طيب، ستيل برضو الارقام دي هي مترقمه فعلا ورا بعضها، بس لما باجي اعمل فلتريشن ما تبانش معايا. طيب، في الحاله دي نعمل ايه؟ هوضح لكم تعديل بسيط كده صغير هنعمله في المجموع في الصفوف دي علشان تظبط معاكم. هنمسح دول خالص وهنكتب المعادله دي. هنعمل هنا ايكوال، بيساوي، ونكتب هنا سب توتال. هتلاقي السب توتال يفتح لك مجموعه السب فانكشنز اللي تحتها. طيب، هنختار منها كاونت ايه. امتى نختار كاونت وامتى نختار كاونت ايه؟ اختار هنا كاونت ايه علشان انا هنا عاوز اتعامل مع داتا تكست عباره عن نص تكست، انما لو كانت هي عباره عن ارقام فانا هختار الكاونت. وهوريكوا ده وهوريكوا ده. طيب، انا دلوقتي حاليا الداتا اللي قدامي دي ظاهره على انها ايه، تكست، فبالتالي انا هختار كاونت ايه من هنا. بعد كده هعمل كل، وهنيجي مع بعض نختار اول عنصر عندنا. طيب، اول عنصر عندنا اللي هو البي 2. فانا هكتب من الكيبورد بي 2، وبعد كده ابتدي اثبت الريفرنس ده بتاعي. طيب، خلينا الاول ما اثبتش الريفرنس وهوريكم ايه اللي هيحصل. انا هكتب هنا بي 2 الى العنصر اللي ظاهر قدامي في الجدول ده، اللي هو العنصر الاولاني عندنا اللي هو النيم. انا لو جيت قفلت هنا بالشكل ده
هو اوتوماتيك هيعمل واحد 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 واحد. حلو جميل أوي. طب هو عمل واحد واحد ليه هنا كده؟ لأن هي الفورميولا بالظبط كالآتي. أول حاجة هنا بيقول لك هات لي الكاونت من بي 2 لغاية النيم، من بي 2 لغاية النيم. هو هنا محدد لك كام خلية؟ خلية واحدة، فبالتالي هيطلع لك الكاونت بتاعها بيساوي واحد. طيب الخلية التانية هيقول لك من بي 3 للكرنت نيم أو الاسم الحالي، فبرضه ده العدد واحد. انما لو انا قلت له من اول بي 2، وبي 2 دي متثبته معاك، يعني مره من بي 2 لبي 2، ومن بي 2 لبي 3، ومن بي 2 لبي 4، فهيبتدي يعدهم. والصح ان انا اثبت الايه؟ البي 2. لما ثبتت البي 2 اصبح ان اول عنصر هيجمع لي ايه؟ من بي 2 للكرنت نيم اللي هو واحد. خلينا نوسع الخليه ده عشان تبقى انتوا ايه شايفين معايا. خلي دول هنا في ايه؟ اللاين بتاعهم تو ليفت. بصوا كده، هنا أصبح من بي 2 لغاية الكرنت نيم، فهنا عندي كام عنصر؟ عنصر واحد. تمام. طب في الخلية التانية أصبح من بي 2 لغاية كام؟ لغاية النيم، يعني الرينج ده كله ورا بعضه. طيب هنيجي بقى للرينج رقم 9، من أول بي 2 لغاية النيم، يعني كل ده. فبالتالي هو كده ايه هيعدهم، فهيعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فيحط لي هنا ايه؟ الكاونت 9. تمام. عرفنا ليه احنا ثبتنا البي 2 وليه قلنا الكرنت نيم. طبعا علامه الاد دي في الجدول، علامه الاد اللي بتبقى ظاهره معاك دي معناها الكرنت رو اللي هو الصف الحالي. تمام. ده كده ببساطه الجزء الايه الخاص بالسب توتال. طيب السب توتال تمشي مع التيبل، تمشي مع الرانش، تمشي مع التيبل وتمشي مع الرانش. طيب هنجرب ان احنا نعمل الكلام ده مع الرانش عادي. هنرجع التيبل ده لرانش. عشان نرجع التيبل لرانش هدخل على التيبل ديزاين واحول الكلام ده لرانج من هنا. طيب نمسح بقى ده خالص، نجرب نعملها من الاول وجديد مع بعض. هكتب ايكوال سب توتال، هنفتح القوس. اتفقنا احنا هنعمل اكونت ايه علشان البيانات اللي عندنا هنا اللي احنا عايزين نعدها عباره عن تكست. تمام. بعد كده هاجي على العنصر الاولاني ده بي 2 واثبته باف 4 من الكيبورد. بعد كده اقوم اعمل علامتين، تمام، نقطتين فوق بعض. حلو. واقوم ضاغط على البي 2 نفسها واقوم قافل. كده احنا اتاكد ان احنا ثبتنا الجزء ده بي 2 الى بي 2 واقول له انتر. لاحظوا هنا انا سبت البي 2 تانية، البي 2 تانية الريفرنس ده سبته ايه ريلاتيف علشان اقدر احرك بيه. طيب هنعمل بقى فيل الكلام ده. عملت فيل اتظبطت معايا. طيب انا لما جيت اعمل فيل بالمنظر ده لقيت ان الداتا زي ما حضراتكم شايفين عمل الفورماتس بتاعتها متغيره. طيب ممكن اعمل ايه؟ هنعمل تراجع اوريكم هنعمل ايه. اعمل كوبي عادي واجي هنا وانا بعمل بيست اقول له بيست الفورمولا فقط بدون تنسيق. تمام. دي طريقه. في طريقه تانية ان انا بعد ما اقفل بالكلام ده ممكن اخد المجموعه دي واقول له فورمات بنتر واعلم على دول، سواء ده او ده. تمام. بس انا افضل الطريقه الاولانيه احسن. طيب ده كده السب توتال. طب عايزين بقى نجرب الفلتر. هنيجي نعلم هنا على الجزء اللي فوق وهنيجي هنا على فلتر. بصوا كده. تمام. فكده بتظبط معانا الطريقه دي. فيها الموضوع سهل وبسيط فيها وصعب وبسيطه، بس فيها تريكايه صغيره. ايه هي؟ انا لو انا جيت اخفيت صف او صفين من الحاجات دي مش هتظبط معاك. ازاي؟ هنا ماشي السيكونس ماشي مظبوط، فانا افترض اجيب اخفيت الصفوف من هنا لغايه هنا. حلو. حصل دروب. ايه هو الدروب؟ ان هو ما رقمش تلقائي. هتقول عشان يمكن عشان انا ما عملتش فلتريشن. ما اصل انت اخفيت صفوف. طيب يبقى الداله دي بتقتصر على جزئيه انها بتعمل سب توتال للحاجه اللي بيتعمل لها فلتريشن، سواء كان الفلتريشن ده في رانش او في ايه او في تيبل عادي. طيب الدروب ده عشان انا اتفاداه اعمل ايه؟ هنيجي بقى نغير المعادله دي بمعادله تانية افضل. ايه هي؟ بصوا حضراتكم معايا. هنيجي هنا نلغي الكلام ده خالص، نظهر الصفوف بتاعتنا ونغير المعادلة خالص. هنعمل هنا ايكو
وهنكتب اجريجيت. تمام. وبالمناسبه اجريجيت برضو بتجيب، يعني هي زي السب توتال بس طبعا على حاجه اعلى شويه. اوكي. طيب هتلاقي هنا دي كل المعادلات اللي موجوده جوه السب ايه فانكشنز اللي تقدر تستعامل معاها. احنا اتفقنا ان احنا هنستخدم كاونت ايه علشان الداتا اللي قدامنا دي عباره عن ايه؟ عن تكست. هنختار كاونت ايه. الاوبشن بقى الجميل اللي مش موجود فين؟ في السب توتال. ايه هو؟ لما هنعمل كوما هنلاقي هنا يقول لك ايه؟ انت عاوز تعمل تجاهل لايه بقى؟ دي كل الحاجات اللي تقدر تعملها تجاهل. يعني لو في صفوف مخفيه هيتجاهلها، لو في اي صفوف فيها ايرور هيتجاهلها. تمام. طب لو انا عايز اتجاهل الصفوف اللي فيها ايرور او المخفيه، فانا هختار الاختيار رقم 7. فانا هكتب بالنسبه لي هنا 7. بعد كده كوما ابتدي بقى احدد الاري. الاري هنا المقصود بيها ايه يا جماعه؟ المقصود بيها الحاجه اللي انت هتعمل لها كاونت او هتنفذ عليها المعادله اللي انت اخترتها هنا في الاول، اللي هي الفانكشن اللي انت اخترتها. فانا هعمل ايه؟ انا عاوز اطبق عليها الكاونت ايه، بس هطبق بقى على مين؟ اقول له على البي 2 من هنا واقوم ضاغط عليه. واتفقنا ان احنا هنثبتها بنضغط اف 4. بعد كده نقطتين فوق بعض واقوم مختار البي 2 زي ما احنا شايفين كده، ونتاكد ان ده متثبت. تمام. وبعد كده نقفل القوس بتاعنا ونضغط انتر. هنا قال لك واحد. طيب نطبق الكلام ده على تحتيه. هعمل هنا كوبي وهاجي هنا اقول له بيست واقول له فورمولا. بصوا ببساطة اتعملت ونفذت نفس الشكل اللي نفذه الايه السب توتال اللي قبل كده. تمام. طيب هنيجي بقى نجرب نعمل تيست ليه. اختار دول ظبطت معايا. طب اختار عنصر واحد ظبطت معايا. طب هنعمل بقى الجزء اللي احنا قلنا عليه ان هو مختلفة عن الايه السب توتال. هاجي انا هنا اعلم على مجموعة صفوف واقوم قايل له ايه هايت. بصوا ظبطت ازاي. فيبقى الدالة الخاصة بالاجريجيت افضل في الجزء ده، او في او في الحالة دي. تمام. من السب توتال. يبقى الاجريجيت افضل في الحالة دي من السب توتال. ليه؟ لان هو في الحالة دي عمل تجاهل للايه للصفوف المخفية. تمام. والصفوف اللي فيها ايرور. تمام. فده يبقى افضل بالنسبة لنا. احنا هنا جربناها باكتر من طريقة. شوف الطريقة اللي مناسبة بالنسبة لك تقدر تستخدمها. هوضح لكم بس برضو اخر جزئيه. لو انا هستخدم الحاجه دي مع الداله اللي اسمها ايه كاونت، او الفانكشن اللي اسمها كاونت. الفرق ما بين الكاونت والكاونت ايه على الناس اللي هي اشتغلت اكسل قبل كده؟ الكاونت بيعد الحاجه الخلايا اللي فيها ارقام. الكاونت ايه بيعد الخلايا اللي هي كاونت ايه اللي هو اختصار كاونت اول. تمام. بيعد خلايا فيها تكست، خلايا فيها نصوص، خلية فيها تواريخ. نرجع بقى للجزئية التانية المهمة. أنا عايز دلوقتي أعده. فيبقى في الحالة دي لازم يكون أنا هنا أصلا عندي في الأساس عمود اللي هو مثلا رقم الموظف. مثلا على سبيل المثال امبلوي. تمام. الامبلوي نمبر ده ممكن يكون مثلا الرقم القومي بتاعه أو رقم الباسبور. يونيك نمبر يكون عندك. تمام. هنيجي هنا نلغي الجزء ده خالص. رايت. نستخدم نفس الدالة بالظبط، مفيش فيها مشكلة سواء استخدمت السب توتال أو الأجريجيت. هنيجي هنا نقول له هنغيرها برضه، نغيرها خالص أحسن. نختار هنا كاونت. برضه نفس النظام. هنقول له ignore ايه الهيدن روز اند ايرور كويريز. وبعد كده هنطبق المعادلة. هنقول له هنا ايه البي 2 هنا بي 2 بس. خلاص. والبي 2 الأولانية دي هنثبتها بإف 4. اقفل القوس انتر. تمام. طيب هنا مديك صفر، بس مديك صفر ليه؟ عشان هنا مفيش أرقام. طب اعمل الرقم أهو. طيب دي المعادلة دي هاخدها كوبي طبقها. تمام. بس كده ظبطت معايا ومفيش فيها مشكلة خالص. طيب هنيجي بعد كده حضرتك هتيجي تفلتر. تمام. جيت حضرتك أخفيت مجموعة من الصفوف هتمشي معاك مفيش أي مشكلة خالص.
أتمنى الفيديو يكون عجبكم. إن شاء الله لو محتاجين أي حاجات تانية فممكن حضراتكم تكتبوا في الكومنتات، وإحنا إن شاء الله كل ما يبقى في حاجة جديدة هننزلها لحضراتكم أول بأول إن شاء الله. شكرا.